في 2 يوليو 2025 ضجت وسائل الإعلام بخبر اعتقال لاعب كرة القدم الجزائري يوسف بلايلي في مطار شارل بيغول بفرنسا بعد خلاف وقع داخل الطائرة القادمة من نيويورك. الحادث بدأ عندما رفض بلايلي وزوجته ربط حزام الأمان لطفلهما الصغير، ما اعتبره طاقم الطائرة خرقاً لقوانين السلامة الجوية. تطور الخلاف إلى مشادة كلامية، مما دفع قائد الطائرة لإبلاغ السلطات الفرنسية. وفور وصول الرحلة تدخلت الشرطة واقتادت بلايلي مكبل اليدين، وهو المشهد الذي أثار موجة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي. النيابة الفرنسية أطلقت سراح اللاعب بعد ساعات من التحقيق دون توجيه أي تهمة، لعدم توفر أدلة على ارتكابه مخالفة جنائية. انقسم الرأي العام بين من رأى أن الإجراءات كانت ضرورية لتطبيق القانون وحماية الركاب، ومن اعتبر أن ما تعرض له بلايلي كان إهانة غير مبررة في حق لاعب محترف. القضية طويت قانونياً، لكن الأسئلة حول المعاملة والتمييز وصرامة الإجراءات لا تزال تثير النقاش.